تفتكر في نار ممكن تفضل مولعة 4000 سنة من غير ما حد يولعها ولا يطفيها؟ مش أسطورة، ده نار حقيقية ولسه شغالة لحد دلوقتي في بلد اسمها أذربيجان. المكان ده اسمه ينار داغ، يعني بالعربي جبل النار، وبيعتبر من أغرب الظواهر الطبيعية على وجه الأرض. النار دي مش نتيجة بركان ولا حد ولعها، دي طالعة من الغاز الطبيعي اللي بيتسرب من جوف الأرض من آلاف السنين وبيشتعل أول ما يلمس الهواء. العجيب بقى إن النار دي ما بتطفيش أبدا حتى لو الدنيا مطرت أو الجو بارد، بالعكس اللهب بيفضل مولع كأن في حد بيغذي النار من تحت الأرض. المكان بقى مزار سياحي والناس بتروح تتفرج على الجبل وهو بيولع حرفيا، خصوصا بالليل لما اللهب بينور السماء. وبيقال إن المنظر ده هو اللي خلى الفرس زمان يعبدوا النار، لأنهم كانوا شايفينها نار مقدسة ما بتموتش. تخيل بقى إنك تشوف نار شغالة من 4000 سنة ولسه بتقول أنا حية. ووسط كل العظمة دي لازم تفتكر إن النار دي مهما فضلت مولعة آلاف السنين فهي جزء بسيط جدا من قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ربنا هو الوحيد اللي يقول للنار كوني بردا وسلاما فتسكن في لحظة. سبحان الله الملك والقدرة على كل شيء.